في سنة أولى وأول امتحان ميد ترم ليا في مادة الإنجليش، كنت فاكرة إن هي عشان مادة الإنجليش فهتكون سهلة، خصوصا إن أنا أصلا بحب الإنجليش، فهو عبارة عن هحفظ الجرامر والكلمات وخلاص وهدخل امتحن. حفظت الكلمات وذاكرت الجرامر وحليت عليهم الاتنين، ولكن المفاجأة ساعة الامتحان أتفاجئ إن أنا مفيش غير كام جملة بس من الجرامر اللي أنا عارفاهم وكام جملة من الكلمات باقي الامتحان. أكتشف إن الدكتور ما كانتش معتمدة إن أنا أكون فاهمة الجرامر أو حافظة الكلمات فقط، لكن كانت معتمدة إن أنا أكون حافظة الجمل اللي هي في الPDF ذات نفسها. لقيت ان معظم الامتحان جاي من الاسئله اللي الدكتور بعتها في الPDF، ولكن انت لازم تكون صاممها، انت مش فاهمها، انت صاممها بمعنى الكلمه. لازم تكون محفوظه، يعني لازم يكون الPDF مش مجرد مذاكره الكلمات ومراجعه جرامر وحل عليه بس، لا، لازم تكون حافظ كل كلمه في الجرامر. هيكون في زي باراجرافات كده، دي بتكون ان الدكتور بتجيب منه اسئله مثلا ان هي عباره عن سطر وانت في كلمه مش موجوده انت بتكمل الكلمه دي، فان الباراجراف اللي بيكون موجود ده لازم يكون محفوظ، مش مفهوم، محفوظ. وان الجمل اللي بتكون عليه محفوظه من اولها لاخرها وحافظ كل حاجه فيها. الجرامر مفهوم ومحفوظ بنفس النظام، لان كمان الجرامر مش بتجيبوا لك الجرامر اللي موجود في الPDF بتاعك بس، لا، ده بتلاقي فيه جمل قديمه، يعني زي نظام ثانوي بالظبط اللي هو الجرامر بتاع ثانوي، وبيكون فيه اسئله من الاعدادي وابتدائي والحاجات دي كلها، هو نفس النظام. فاللي هو بتعتمد ان الجرامر تراكمي وان انت تكون فاهم الجرامر من قبل كده عشان تعرف تحل الجمل. فكانت مفاجاه بالنسبه لي ساعه الامتحان اني اكتشفت ان الدكتور بتجيب بالتفاصيل بالتفاصيل حرفيا. والجرامر بتاع الكليه ما بيكونش صعب، لا، ده هو عباره عن جرامر ثانوي، كل الدروس اللي احنا خدناها في ثانوي، بس لازم وانت بتذاكره ما تعتمدش على الكام جمله اللي موجودين في الPDF، لا، انت تكون فاهم الجرامر كويس. يعني انت لو مثلا معاك كشكول كاتب فيه الجرامر بتاع ثانوي، هيسهل عليك جدا ساعه مذاكره بتاعه الامتحانات، تبدا ان انت تذاكر منه الجرامر، ولو في حاجات لها علاقه بحاجات قديمه تبدا ان انت تربطها ببعض، دي هتفيدك جدا كمان ساعه الامتحان. وان انت الكلمات تحفظها كويس جدا، والبراجرافات اللي هي بتكون شرح للكلمات دي تبدا ان انت تحفظها كويس جدا جدا جدا، وتفهم تعريف الكلمات. بيكون في زي جدول كده في الPDF، يبدا ان هو كلمه والتعريف بتاعها تتذاكر كويس جدا، لان هي بتجيبها. وخصوصا يعني في الميد ترم ممكن تكون الدنيا بسيطه شويه، لكن الفاينل بيكونوا معظمه ايسي، فمش ايسي ان انت تكتب كتير، لا، في الانجليش مش بتكتب كتير، بس ان انت مثلا بتجيب لك كلمه وتختار التعريف بتاعها، وتجيب لك التعريف وانت بتكمل الكلمه بتاعتها، مش بتختار، بتكمل بالكلمه بتاعتها. فده اللي بتكون الصعوبه في الامتحان الانجليش بس. لكن لو ذاكرت الPDF من اوله لاخره وحفظت معظم الجمل اللي موجوده فيها، بس طبعا يعني فهم في الاول، وبعد كده تبدا ان انت تحفظها كويس جدا، وذاكرت الجرامر كويس وربطته بالحاجات القديمه عشان الجمل، فده هيكون سهل عليك جدا في ايام الامتحان، وهيسهل عليك الماده، وكمان ممكن تجيب فيها تقدير عالي. دي كانت حاجه انا جربتها بجد في امتحان الانجليش واتصدمت بيها ساعه اول امتحان، لكن بعد كده لما بقيت ان انا اذاكر الPDF كويس زي ما الدكتور بعتها من اوله لاخره، ده كان بيفرق معايا ساعه الامتحان. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو عندكم اي اسئله ما تنسوش تكتبوها في الكومنتس، وقولوا لي تجربتكم في اول امتحان ميد ترم.